كان يعني على وشك التوقيع للفريق النادي العربي، كان خالص مع نادي العربي، خالص كان مع نادي العربي خالص. شلون يعني لولا تدخل يعني بدر مطوع واتصال، يعني الاتصالات اللي بينه وبين عيد الرشيدي كانت واحد من اهم الاسباب ان عيد يرجع مره ثانيه لفريق النادي القادسيه. لكن تغيم الرشيدي اللي هو المتحدث الرسمي او وكيل اللاعب، وكيل اخوه، كان يتكلم حتى في البرنامج، تكلم قال التوقيع لمن يدفع اكثر. قال ما في ولاءات. هو قال اساسا عيد مو لاعب نادي القادسيه. قال عيد مو لاعب نادي القادسيه عشان نتكلم عن الولاءات، عيد لاعب نادي النصر الكويتي واتى لفريق نادي القادسيه، فلا حد يتكلم عن الولاءات، اللي بيدفع راح نوقع معه. كلام مدير اعماله صريح كان. فالناس استاءوا من تصريحه، يعني استاءوا من تصريح. لكن وجوده في نادي العربي كان شبه خالص، انه موقع مع لا هو مو موقع، لا كان انه بيوقع مع نادي العربي، يعني كان خالص. وكانوا حتى موجودين في مجلس اداره النادي العربي. تغيم كان موجود هناك، واعتقد النادي العربي كان موجود وكان على وشك يعني خالصين. لكن باللحظات الاخيره لولا تدخل بدر مطوع وصار اتصال مع الشيخ فهد طلال، ومن ثم محتوى الموضوع وقعوا مع عيد. لكن انا اقول لك وقعوا مع عيد على مضض، لان ربعنا كانوا مستائين من ان عيد ممكن يروح، وكان شبه خالص يعني مستائين ان عيد بما معناه حدهم على الاشتراطات اللي هو يبيها. وهذا كان امر يعني كأن اجبر مجلس اداره النادي القادسيه انه يوقع مع عيد بالاشتراطات اللي هو يبيها. لكن عيد على